السلام عليكم، ازيكم واهلا بيكم في قناة ونس. النهاردة حلقة مميزة جدا هتكشف لكم الجانب الخفي لبعض البشر، وازاي ممكن الشخص البريء اللي انت شايفه قدامك يكون جواه وحش مستخبي. حلقتنا النهاردة عن صانعي محتوى او يوتيوبرز اتحولوا لقتلة. قبل ما ابدا في الفيديو على طول حابه بس افكركم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه التانية بينزل عليها فيديوهات هتعجبكم جدا جدا. صلوا على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا ندخل على الفيديو على طول. اول واحده معانا اسمها ديانا لافجوي، كانت مهندسه برمجه وكانت عايشه حياه سعيده جدا مع زوجها كريج في مدينه كارلسباد في كاليفورنيا. وعلى الرغم من شغلها او وظيفتها الثابته دي الا انها كان جواها شغف دايما انها تكون رياضيه وتوثق رحلتها الرياضيه دي في فيديوهات، وده في النهايه ادى الى انها تفتح مدونه وسمتها لافجوي فيتنس، وبرضه انشأت قناه يوتيوب لنفس المحتوى وهو الرياضه، وكانت بتوثق فيها اجزاء من حياتها بجانب رحلتها الرياضيه. أنشأت القناة دي سنة 2008 وكان عليها فيديوهات مختلفة، من زيارتها لأهلها اللي ما شفتهمش بقالهم فترة طويلة لرحلتها في الغوص مع زوجها، ولكن واضح إنها متعددة المهام أو بتحب هوايات مختلفة. ففي فترة كده غيرت محتوى القناة خالص وخلته محتوى للطبخ، ولكن لسوء الحظ قناتها ما نجحتش قوي يعني، وده خلاها ما تنزلش فيديوهات كتير، وقننت الفيديوهات جدا وفضلت مكملة مسار حياتها لحد ما وصلت 2012 تحديدا شهر مارس. ولكن لو بصينا لحياة ديانا من جوه، في الحقيقة ان ديانا وجريج كانوا بيحاولوا انهم يخلفوا على مدار سنين زواجهم، فضلوا سنين طويلة يحاولوا. ديانا اجهضت 8 مرات، لكن في النهاية ربنا من عليها بطفل وولدت طفل سليم معافى. ولكن بدل ما يحتفلوا هي وزوجها بالمولود الجديد للأسف حصلت مأساة، وهي ان زوجها فقد وظيفته، فأصبحت ديانا مسؤولة عن الأسرة وعن المولود الجديد ماديا ومعنويا، وده حط ديانا في ضغط شديد جدا. فدخلت ديانا في موجة ابتدت من محاولات الإجهاض المتكررة لحد الولادة، لحد ما هي بقت مسؤولة ماديا عن الأسرة بالكامل في مدينة هي أصلا المعيشة فيها غالية. أصبح جوازها هي وجريج عبارة عن كارثة، بقوا في مشادات وخناقات طول الوقت. وفي يوليو 2019 قرروا ان هم ينفصلوا، ولكن ديانا ما انفصلتش عن جوزها بسهولة كده، لا، هو في يوم عادي جدا كريج كان راجع البيت من مشوار، فبص لقى الشرطة واقفاله مستنياه على باب البيت. اتاري ديانا عاملة فيه محضر بان هو اتعدى عليها هي وطفلها وحاول انه يضربه، ومن بعدها بدأت إجراءات الطلاق اللي استمرت 2 سنين كاملين. في الحقيقة إن ديانا عملت كده علشان هي لو كانت طلبت الطلاق كان جريج هياخد نص مستحقاتها المالية أو نص ثروتها يعني، وده اللي ما كانتش ديانا عايزاه. فابتدت سلسلة من الجرايم والأكاذيب، وتحولت ديانا 180 درجة. وخلال السنتين اللي كان إجراءات الطلاق بتتم فيهم، الشرطة والمحققين ما لقوش أي دليل على إن جريج كان بيعتدي أو بيعامل ديانا حتى معاملة مش طيبة، وما لقوش أي دليل على الاتهامات اللي بتواجهها ديانا ليه. وده أدى في النهاية لأن الحضانة تروح لجريج بنسبة 50-50 مع الأم، يعني الحضانة تكون متوازنة بين الأب وبين الأم، يقعد عند مامته يوم يقعد عند بابا يوم وهكذا. ومش بس كده، ده أجبروا ديانا كمان إنها تدفع 120,000 دولار كجزء من إجراءات الطلاق، وده كله حصل سنة 2015. وقبل ما إجراءات الطلاق تتم للنهاية، جريج تلقى مكالمة تليفون، مكالمة غيرت اللي جاي كله. جريج جاله مكالمة من رقم مجهول من شخص بيقول إنه المحقق الخاص لديانا، يعني ديانا استدعت محقق خاص علشان يخلص لها إجراءات الطلاق والتهم اللي هي نسبها لجريج. والمحقق ده بيقول له أنا عندي دليل قاطع على الاتهامات اللي ديانا نسبها ليك، وديانا عايزاني اقدم الاتهامات دي، ولكن انا بصراحه حاسس ان انت مظلوم جدا ومش عايز ان انا اذيك، فايه رايك تقابلني في حته معينه واديك الاتهامات دي، او اديك شريط الفيديو والموبايل اللي عليه كل الادله دي. يعني واضح كده ان المحقق ده عايز يساعده، ولكن جريج حس ان في حاجه مش مظبوطه، الموضوع اكيد مش بالسهوله دي. ولكن في نفس الوقت كان عايز يروح للمكان اللي المحقق بيقول انه سايب التليفون فيه، يعني برضو اكيد دي حاجه هتهمه جدا لو كانت حقيقة. المحقق قال لجريج ان الموبايل ده متثبت على مسمار على عمود كهرباء رفيع جدا موجود على الطريق اللي مؤدي لبيتك، ووصف له العنوان بالظبط،
ولكن بما ان جريج كان عايز يروح وفي نفس الوقت خايف، فاخد صديق معاه. ولكن على الرغم من ان جريج كان شاكك في الموضوع كله، الا ان اللي جه في بال جريج حصل الأسوأ منه بمراحل في الحقيقة. My friend has just been shot. Do you know who shot him? There's a guy lying down like a sniper. A sniper? Did you see him at all? Briefly, we saw the gun, and he shot at us like 6 or 7 times. لما وصل جريج للعمود اللي المحقق قال إن الموبايل موجود عليه، لقى قناص أطلق عليه حوالي 6 أو 7 رصاصات بسرعة جدا. ولحسن الحظ إن طلقات الرصاص دي جت جنب قلبه بيعتبر بكام سنتي بس، وده اداله فرصة تانية للحياة. ولكن بمجرد وصول الشرطة للمكان كان اوريدي القناص ده اختفى عن أنظارهم تماما. ولكن لما الشرطة مسحت المنطقة بالكامل لقت فطين. الفطين دول كانوا يخصوا مدرب النار بتاع ديانا. الراجل ده اسمه ويلدون ماكديفيد. في البداية لما قبضوا عليه بدأ ينكر كل التهم المنسوبة له، ولكن الأدلة اللي موجودة واللي لقوها كانت أدلة قاطعة. ولما الشرطة بحثت مرة كمان وكثفت البحث، لقت مجموعة تانية من الفوط دي موجودة في بيت ديانا. ده مش بس كده، ده الشرطة كمان لقت لقطات على كاميرات مراقبة من محل لديانا وهي بتشتري التليفون اللي كان محطوط على العمود اللي المفروض كان جريج يروح ياخده. يعني هي اللي نصبة الفخ كله. ومش بس كده، ده لقوا كمان البندقية اللي استخدمها القناص علشان يضرب نار على جريج موجودة في بيته مخبيها. فدلوقتي الخطة كلها بانت، وواضح جدا ان ديانا هي اللي عملت كل ده علشان تتخلص من جريج، علشان ما تدفعش 120,000 دولار وتخرج من الجوازة دي بحضانة الولد ومن غير كمان خسارة مادية. طبعا تم القبض على ديانا والقناص او مدرب الرماية بتاعها بتهمة محاولة اغتيال جريج، واتحكم على القناص بالسجن لمدة 26 سنة سجن مدى الحياة، وعلى ديانا بالسجن لمدة 50 سنة. والشيء الوحيد الإيجابي في القصة دي كلها هي إن الأب جريج الحمد لله بصحة سليمة وعايش مع ابنه حياة طبيعية. الحالة اللي بعد كده لسوزان إيتون، ودي كانت عندها 59 سنة. كانت أستاذة في علم الأحياء الجزيئية في ألمانيا، وكان شغلها بيتضمن السفر حول العالم عشان تعمل مؤتمرات في أحدث التطورات في مجالها. وفي يوليو 2019 سافرت لجزيرة كريك اليونانية علشان تحضر إحدى المؤتمرات. ما كانتش تعرف إن ده هيكون آخر مؤتمر ليها تحضره، وما كانتش تعرف كمان إن السبب هيكون يوتيوبر وهيتم القبض عليه بسبب فيديو ليه على اليوتيوب. الحادثة دي حصلت في 2 يوليو 2019 لما سوزان خلصت مؤتمر ليها مع زمايلها وقعدت كده في مكان لطيف، وقعدت كمان تعزف على البيانو. بعد كده ودعتهم وراحت الفندق بتاعها علشان ترتاح، ودي كانت آخر مرة يشوفوا فيها سوزان. زمايلها لاحظوا غيابها لما ما حضرتش المحاضرة التانية من المؤتمر، واللي كان مفترض يكون في نفس اليوم ولكن الساعة 6 بالليل. ما كانش معهود على سوزان إن هي تغيب أو ما تحضرش مؤتمر مهم زي ده، مش من عوايدها يعني. كانت ست ملتزمة جدا، وأصبح واضح للي حواليها إن في إنه في الموضوع، خصوصا لما فضلت مختفية لمدة 24 ساعة بعدها. وتاني يوم في 3 يوليو اتصل زمايلها بالبوليس علشان يعرفوا إيه سبب اختفائها. لما وصلت الشرطة للفندق وحاولوا يدخلوا أوضتها بيخبطوا على الباب، طبعا محدش فتح، فاضطرت الشرطة إنها تاخد المفتاح الاحتياطي من الفندق وتفتح بنفسها. لما دخلوا لقوا كل حاجة في مكانها، مفيش أي حاجة مختفية فيما عدا حذاء ليها رياضي وبدلة رياضية، كان واضح إنها نازلة تتمرن بيهم أو حتى تجري بيهم شوية. ودي مش حاجة غريبة يعني، ما تقولش إن هي ست عندها 59 سنة. 59 سنة في ألمانيا دي بيكونوا رياضيين جدا. وسوزان كانت معروفة إنها بتحب الرياضة من قلبها، وكانت حاصلة على حزامين سود في التايكوندو. يعني فكرة إنها تنزل تتدرب أو تتمشى أو تجري دي كانت حاجة مش غريبة، يعني هي على طول بتعمل كده. وفكرة إنها راحت علشان تجري شوية ساعد الشرطة إنها تضيق نطاق البحث عن سوزان. يعني هي أكيد ما راحتش في حتة بعيدة، ولكن الجو في اليوم ده كان حر جدا، وسوزان ما كانتش على علم أو دراية بالمنطقة اللي حواليها. فقالوا إنه ممكن مع الجري والحر وكل ده وعمر سوزان إنها ممكن تكون مثلا أغمى عليها، فقدت الوعي، حاجة زي كده. فالشرطة بعتت حملات إنقاذ علشان تفتش حوالين المنطقة بتاعة الفندق، يمكن تلاقي سوزان واقعة ولا مغمى عليها ولا حاجة. أما عن عائلة سوزان فسافرت لليونان علشان تدور عليها هي كمان، وحطوا جايزة 50,000 يورو للي يلاقي سوزان. ولكن للأسف ولمدة 5 أيام بعد اختفائها محدش لقى سوزان أبدا.
ولكن في اليوم الخامس شابين كانوا بيكتشفوا مخبأ كده أو مكان مهجور تماما من أيام الحرب العالمية الثانية، واللي كانت منتشرة في أنحاء مدينة كريك. ولما مشوا في المخبأ ده حوالي 200 متر كده لقوا حتة قماش شبه خيش كده مرمي على الأرض وملطخ بالدماء. ولما شالوا الخيش ده لقوا تحتيه جثة سوزان. ومع كشف الطب الشرعي اكتشف ان سوزان كانت متعرضة لاعتداء عنيف جدا في كل انحاء جسمها. كان فيه عدة ضلوع مكسورة وكسور متعددة في انحاء جسمها، بجانب ان ودن من ودانها كانت مقطوعة وحاجات اكتر من كده بكتير كمان. ومع كمان مكان وجودها بالتأكيد ان سوزان ما تعرضتش لمجرد حادثة وخلاص، دي جريمة مكتملة. ولما الشرطة ابتدت تبحث وتحقق في الموضوع ما قعدوش وقت كتير علشان يوصلوا لبعض الأدلة اللي تدلهم على القاتل. في بداية المخبأ كده كان فيه إطار لسيارة، بعد الفحص لقوا عليها بقايا من دم سوزان، فتأكدوا ان دي العربية اللي كانت مسؤولة عن نقل سوزان للمخبأ ده. وبعد التحقيق اكتشفوا ان العربية دي كانت مملوكة لواحد اسمه جيانس بريسكاكس، واللي كان عمره 27 سنة، كان راعي أغنام محلي في المنطقة. وبعد ما قبضوا على جيانس ده طبعا أنكر أي حاجة وقال لهم ده أنا كنت معدي بالعربية بالصدفة من المكان ده، بل وإنه كمان ادعى إنه ما يعرفش أي حاجة أصلا عن المخبأ ده. ولكن في النهاية ادعاء الكذب ده كان هو السبب في إيداعه في السجن وإن الشرطة تقبض عليه. هقول لكم الحكاية من الأول. جيانس كان بيحلم إنه يكون يوتيوبر ناجح، عمل قناة باسمه سنة 2012 وبدأ ينشر عليها فيديوهات. وعلى الرغم من انك لو زرت قناته النهارده هتلاقي عليها 3 فيديوهات بس والباقي ممسوح، فيديوهات ليه وهو بيأدي حركات كده لفنون قتالية صينية. والسبب في ان انت مش هتلاقي غير 3 فيديوهات بس، وهي انه بعد ما قتل سوزان على طول مسح باقي الفيديوهات كلها. وبعد ما اكتشفت السلطات الفيديوهات اللي مسحها بالظبط دي عرفت السبب هي ان المقاطع اللي حذفها دي كانت فيديوهات استكشافه للمخبأ اللي دفن فيه سوزان. ايوه هو نفس المخبأ اللي قال انا معرفش عنه اي حاجة. وده طبعا عطى للشرطة ضوء أخضر على طول إنها تقبض عليه من غير أي كلام. ومع التحقيق معاه اكتشفوا أدلة مش طبيعية. اكتشفت الشرطة إن المخبأ أو الأرض اللي موجود عليها المخبأ دي أصلا مملوكة لعائلة جيانس. والدليل التاني هي إنهم لقوا دماء جثة سوزان في شنطة عربيته. ولما الشرطة واجهته بالأدلة دي كلها جيانس انهار واعترف بكل حاجة. فبيقول إنه هو ماشي بالعربية بتاعته على الطريق لقى سوزان بتجري، فما تفهمش ايه اللي جه في باله ساعتها انه عايز يدوسها. ففعلا بعربيته داسها، راح عليها رايح جاي دمرها. وبعد كده خدها حطها في شنطة عربيته وراح بيها على المخبأ، وهناك انهى حياتها. وفي التحيات اللي بعد كده غير كلامه وقال انه عمل اللي عمله ده بسبب الشيطان، ان في حاجة في دماغه كده الشيطان امره ان هو يعمل كده، باع نفسه للشيطان يعني. طبعا دي جملة بيقولها مجرمين كتير قوي، ولكن المحكمة ما خدتش بكلامه ده خالص واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة بدون أي إمكانية للإفراج المشروط. ومن هنا ممكن نقول إن قصة جيانس انتهت. ولكن مع التحقيق والنظر في شخصية جيانس وفي الفيديوهات اللي كان نشرها واللي مسحها كلها هنلاقي إن وسط ما هو كان جوه المخبأ أو الكهف ده بيستكشفه، في فيديو من الفيديوهات بيصور عظام باينة جدا إنها عظام بشرية. فممكن جدا يكون جيانس قاتل متسلسل، وإن العظام اللي موجودة في المخبأ دي عظام بشرية فعلا، عظام بشرية لجثة هو اللي عامل كده فيها بنفسه، هو اللي قتلها بنفسه. لأن قبل كده الشرطة ألقت القبض عليه مرتين ورا بعض، واحدة بسبب الحرق العمد وواحدة تانية بسبب التعدي على الحيوانات. وطبعا كلنا عارفين إن التعدي على الحيوانات بتكون هي البداية والضوء الأخضر لتكوين قاتل متسلسل. وبعد التهمتين دول في كذا ست قدمت شكوى وبلاغ فيه في ان هو حاول يدوسهم بالعربية بالظبط زي ما عمل مع سوزان. فمن المرجح جدا ان سوزان ما تكونش هي الضحية الاولى ليه. والدليل الدامغ على الكلام اللي بقوله ده موجود في فيديو من الفيديوهات اللي هو حذفها على اليوتيوب، واللي قلت لكم انه كان بيصور فيه عظام بشرية. والعظام دي السلطات وهي بتفحص المخبأ ما لقيتهاش ابدا. فواضح جدا او ممكن جدا يكون جيانس أخفاها من المخبأ قبل ما السلطات تقبض عليه أو قبل اكتشاف جثة سوزان. والمربك أكتر في الموضوع إن كان في الفيديو صاحب ليه موجود وهو بيصور، وصاحبه ده قال له هو ده المكان اللي انت سبت فيه الراجل العجوز
فممكن جدا يكون يانس فعلا اتخلص من الجثث اللي هو دفنها في المخبأ ده، واللي الله أعلم كم عددها، أو هو قتل كم واحد بالظبط وما اعترفش بيه. فلحد هنا هيظل السؤال ده مش معروف إجابته. القناة الجاية اسمها سيمبلي مانيك 6075، مملوكة لواحدة اسمها سامانثا ويلفورد، عندها 24 سنة. كانت عايشة في ولاية تكساس، وكانت متجوزة واحد اسمه إرنستلي إيبار، واللي معروف باسم إرني. كانت عايشة مع زوجها وأطفالها الخمسة. عادة فيديوهاتها كانت عبارة عن فلوجز ليها وزوجها وأطفالها، بجانب مواضيع عشوائية بتتكلم فيها. يعتبر حياتها ابتدت في 2008 لما كانت أم عزباء ل2 من أطفالها التوأم، وتعرفت على جوزها إرني في متجر للوشم، اللي بعد كده ارتبطت بيه واتجوزوا وكونوا أسرة مع بعض، وخلفت 3 أطفال منه، 2 توأم وواحد لوحده. في فيديو من الفيديوهات بتاعتها سامانثا بتشرح قد ايه ان يوم لقائها بجوزها إرني ده كان من اسعد ايام حياتها. طبعا تربية 5 اطفال كانت مهمة شاقة، ولكن إرني كان بيحاول بكل جهده انه يحافظ على البيت والاسرة، وكان بيشتغل وظيفة تانية كعامل لتوصيل بيتزا. وكان باين في فيديوهات سامانثا ان رغم العيشة الصعبة الا انهم كانوا سعداء ومتهنيين مع بعض جدا. وكانت سامانثا مش بتشتغل، كانت ام متفرغة لاطفالها في البيت. وكانت بتقول في فيديو من فيديوهاتها انها كان نفسها تطلع ممثلة مشهورة، وعلى هذا الاساس عملت قناة يوتيوب علشان تنشر فيها فيديوهاتها وتبقى مشهورة، اي تبقى مشهورة على منصة بدل ما هي مش عارفة تبقى مشهورة على ارض الواقع. وفي البداية كانت الامور ماشية طبيعية تمام. كانت سامانثا بتنشر فيديو ولا 2 كده لما يكون عندها حاجة تقولها، ولكن فيديوهاتها على اغلب الوقت ما كانتش بتجيب 100 مشاهدة على بعض، ولكن ال100 دول كانوا كافيين ان سامانثا تفضل مكملة في اللي هي بتعمله. ولكن مع الوقت أصبح إحساس أو رغبة سامانثا في الشهرة مش مجرد رغبة، اتحولت لهوس. بدأت تقضي وقت أكتر في إنها تعمل فيديوهات وتصور فيديوهات أكتر من الوقت اللي بتقضيه مع أطفالها واهتمامها ورعايتها ليهم. وده خلى إرني مضغوط أكتر وأكتر، وأصبحت المشاكل بينهم بتزيد بسبب إن هو شايف سامانثا مش عاملة اللي عليها مع البيت والأطفال. وفي 2014 بدأت سامانثا تنشر فيديوهات تتكلم فيها عن ان جوزها إرني بيتعمد إيذائها. وفي مارس 2014 سامانثا نشرت فيديو أخير، وبعد كده اختفت تماما على الإنترنت. ممكن تقول فقدت اهتمامها أو شغفها باليوتيوب، أو إنها رجعت لعقلها وقالت تهتم ببيتها وأولادها. ولكن في 20 فبراير 2015 الجمهور لقى سامانثا نزلت فيديو تاني، ولكن الفيديو كان مأساوي أكتر ما الجمهور كان متخيل. القصة ابتدت بأن شرطة تكساس جالها تليفون من عمة سامانثا بتقول لهم فيه إن أنا دخلت البيت على بنت أخويا ولقيتها متكتفة هي وأولادها في البيت وجوزها مختفي. اتضح إن في 3 رجال ملثمين اقتحموا بيتهم وكتفوها هي والأولاد وخطفوا إرني. ولكن سامانثا بطريقة أو بأخرى قدرت إنها تفك رباط إيديها واتصلت بعمتها اللي بلغت الشرطة. لما الشرطة وصلت البيت كانت عمة سامانثا وصلت البيت وفكت القيود بتاعتهم. الأطفال وسامانثا كان كويسين ما فيهمش أي حاجة، ولكن الغريب في الموضوع كله هو إن الملثمين اللي دخلوا البيت دول ما أخدوش أي حاجة من البيت خالص وأخدوا إرني. هياخدوا إرني يعملوا بيه إيه؟ الراجل كان في حاله وعايش معلهوش أي عداوات مع أي حد خالص، بالمصري كده ولا كان ليه في الطور ولا في الطحين، كان غلبان جدا. فهياخدوه يعملوا بيه إيه؟ فالمحققين حسوا ان في حاجه مش مظبوطه في الموضوع ده، خصوصا يعني ان سامانثا قدرت تفك الرباط بتاعها بسهوله كده وتكلم عمتها تيجي البيت، بجانب انها عندها 5 أطفال. مش منطقي ابدا ان هي وجوزها و5 أطفال يكونوا موجودين في نفس الاوضه في نفس الوقت. يعني الطبيعي اننا نلاقي الاطفال كده منتشرين في البيت كله في كل اوض البيت، وده الطبيعي. فالمحققين اخدوا سامانثا لمركز الشرطه علشان يحققوا معاها بالتفصيل شويه، يمكن يطلعوا منها باي معلومه مفيده يقدروا يكتشفوا بيها مين اللي عمل كده او إرني ده اخدوه وراحوا فين. ولكن حصل حاجه الشرطه عمرها ما كانت تتوقعها، وهي ان سامانثا غيرت القصه بالكامل بمجرد ما الشرطه ابتدت تستجوبها. يعني في الاول قالت انها ما تعرفش اي حد من اللي دخلوا واقتحموا البيت عليها، بس مع التحقيق قالت انها تعرف اسم واحد فيهم، قالت ان اسمه جون ريبل. وابتدت كمان تقول للشرطه ان إرني كان بيفضل يتهجم عليها بالضرب. سامانثا قالت في التحقيق اللي حصل في اليوم ده بالظبط ان هي كانت بتتخانق مع إرني في البيت، وإرني ابتدى يرفع صوته عليها ويتخانق معاها وحاول انه يتهجم عليها بالضرب. ففجأة سمعهم جون ريبل ده
وقال له انت ما ينفعش تعامل مراتك كده، وان لو إيرني مسكتش هيضطر هو يتدخل بينهم. هو المفروض افترض ان واحد في الشارع كده معدي سامحهم، فقال لا انا هخلص الليله دي. ولما الشرطه اتحققت من اسم جون ريبل ده، لقيت فعلا انه بينتمي لاسم حد موجود في الحياه فعلا، ولكن جون ريبل ده ما كانش اسمه الحقيقي، ده كان نيك نيم لشخص اسمه جوناثان سانفورد. وبالفعل الشرطه لقيته وقبضت عليه. في الحقيقه ان جون ريبل ده ما كانش لوحده، كان معاه 2 شركاء، واحد اسمه خوسيه بون، تاني اسمه اوكتافيوس راموس. في الحقيقه ان جون ما ابداش اي مقاومه اثناء ما الشرطه بتعتقله او بتحقق معاه، واعترف كمان انه خطف إيرني. بل والابشع من كده ان قال لهم كمان ان للاسف إيرني خلاص مات. اتضح ان ال3 دول اخدوا إيرني لغابه معزوله، وهناك خلصوا عليه برصاصه واحده في دماغه. ولكن في سؤال واحد اكيد بيدور في اذهانكم كلكم دلوقتي، ليه ال3 رجاله ولا يعرفوا إيرني ولا عمرهم شافوه يعملوا فيه كده؟ الاجابات بقى كلها كانت موجوده عند سامانثا، واللي فضلت تنكر كل حاجه تخص الموضوع ده. وعلى الرغم من ان المحققين ما قالولهاش او ما سالوهاش انت منين عرفتي اسم الجاني، الا ان كان في اسئله تانية مثيره للريبه اكتر، وهي زي ما قلت لكم، ازاي هي الوحيده اللي قدرت تحرر نفسها وتكلم عمتها؟ وازاي الاطفال كلهم ما كانوش منتشرين في البيت وكلهم كانوا موجودين في مكان واحد؟ والاغرب من ده كله، ازاي محدش من الجيران حس بالاقتحام ده اصلا؟ الا والمحققين لقوا ادله ما تقدرش سامانثا انها تنكرها. الشرطه اكتشفت رسائل بعتتها سامانثا لتليفون إيرني اللي كان موجود مع جون ريبل اثناء اختطافه. الرسائل دي بتقول لهم فيها اقفلوا التليفون، دمروا التليفون، اتخلصوا منه. مع الدليل ده لا شك ان سامانثا متورطه في قتل إيرني. ومع ضغط التحقيق والادله اللي لقيتها الشرطه، سامانثا لقت ان لا مفر من انها تعترف بكل حاجه. الحكايه بتبدا لما سامانثا اصبح عندها هوس انها تكون مشهوره على اليوتيوب، وده طبعا عمل مشكله مع إيرني اللي كان عايزها تنتبه لبيتها واولادها اللي بقت مهملاهم بشكل غير طبيعي. وبدل ما سامانثا تبدا تبص للموضوع كشخص بالغ عاقل قادر يستوعب المشكله ويحلها، لا، سامانثا اتفقت مع صديق لصديقتها، واحد من اللي خطفوا إيرني، واتفقت معاه على الليله دي كلها علشان تخلص من إيرني اللي عامل لها صداع في دماغها ده ومش مخليها عارفه تنتبه للفيديوهات بتاعتها. في الاول كانت الخطه انهم يزرعوا او يحطوا مخدرات في عربيه إيرني ويبلغوا عنه، الشرطه تقبض عليه. ولكن بعد كده الشيطان خلى الخطه اكتر من كده بكتير، هي انهم يخطفوه ويخلصوا عليه خالص، لان الخطه التانيه دي هتكون ترند اكبر بكتير من الخطه الاولانيه. حوار الخطف و3 رجاله اللي اقتحموا البيت وخطفوا جوزها هيكون موضوع شيق للجمهور. انتوا متخيلين الموضوع وصل لايه؟ في نهايه المطاف سامانثا اتحكم عليها بالسجن مدى الحياه بدون اي امكانيه للافراج المشروط. ما استفادتش اي حاجه سامانثا من اللي هي عملته ده، وفي يوم وليله خلت اولادها ال5 يتامى تماما من الاب والام، شردتهم بلا رجعه. وبس، لحد هنا يكون خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، واستنوا فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.